احساسنا بالوقت اختلف. في تلاعب حصل في الارض في نهايه 2019 في وقت الكونت. تلاعب حصل بالارض. في تلاعب حصل، في حاجه حصلت. مين اللي تلاعب مين اللي تلعب بالارض؟ ها، مين اللي تلعب بالارض؟ طبعا دكتور محمود معروف بنظرياته الجميله دي، بس مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الموضوع ليه تفسير علمي، ولو انت سالت نفسك قبل كده هو ليه وانا صغير كنت بحس بالوقت ولما كبرت ما بقتش احس بالوقت، والسنين بتعدي كانها ايام، وبقيت انام جمعه اصحى الثلاث، في حاجه غريبه بتحصل اسبوع ورا اسبوع، وحقيقي حرفيا اخر 10 15 سنه في حياتنا تحس ان هم اتبخروا مش حاسين بيهم. الموضوع فعلا ليه تفسير علمي وللحاله دي وللظاهره دي، وهو بيتكون من 4 نقاط. اول نظريه او اول تفسير الحاله دي هي نظريه النسبه والتناسب، اللي هي البروبوشنال ثيوري. يعني ايه البروبوشنال ثيوري دي؟ يعني ان عقلك بيقارن طول اي فتره بعمره كله، فبيحسبها اقصر كل ما تكبر. انت بتلخبطني اكتر؟ لا انا ما بلخبطكش، انا محتاج افسرها لك بطريقه ابسط. لما كان عندك 5 سنين، فسنه واحده من عمرك تعتبر ربع حياتك، 20%، قريبه من الربع تقريبا، تمام؟ فدي جزء كبير من حياتك، فبيتعامل على انها مده طويله السنه دي. لكن لو عندك 30 سنه، نفس السنه دي بقت 3% فقط من توتال عمرك، فبيتعامل معاها على انها مده صغيره. ايه يعني سنه من 30 سنه؟ فبيبدا يشوف السنه مده قليله، فعشان كده انت بتحسش الاسبوع ورا الاسبوع ورا السنه ورا السنه، لان المخ ما بقاش يحسب نفس الحسبه لما انت كنت صغير. ودي اول نظريه. تاني او التجربه الثانيه هي التجارب الجديده والادراك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وانت طفل كل حاجه جديده، اول مره تروح المدرسه، اول مره تسافر، اول مره كده تركب عجله، اول مره تنزل بول، اول مره تروح البحر، المخ بيسجل تفاصيل كتيره جدا جدا. كل ما تزيد التفاصيل دي الاحساس بالوقت يطول، لكن وانت كبير اللي بيحصل روتين الحياه بيخلي الايام شبه بعض، والمخ ما بيسجلش تفاصيل كتيره، فبالتالي بتحس انها بتعدي بسرعه لان مخك ما بيسجلهاش، ما بتحسش بالوقت. رقم 3 هو الانتباه والتركيز. وانت طفل كان عندك وعي اكبر بالحاضر وباللحظه اللي بتمر عليك، كنت بتركز في اللعب، في الاكل، في الشرب، في كل حاجه انت بتعملها عقلك مركز فيها. لكن لما كبرت عقلك بقى مشغول بالمستقبل بكل سيناريوهاته، وخوفك من الاقساط والفشل والالتزامات والامتحانات وكل الكلام ده، او بالماضي ومشاكله، وده بيخلي ادراكك للتفاصيل اضعف بكتير، فما بتحسش بالوقت. بخلاف اننا بنقضي وقت طويل قدام الشاشات، وده سحر اسود لوحده، بيمحي دماغك اصلا، بيفصلها عن الواقع، وبيوديك في عالم موازي اسمه عالم السوشيال ميديا بقى وعالم الشاشات. رقم 4 هو الروتين مقابل الجديد، ويعتبر هو ده الحل بقى للمشكلة نفسها، وهو انك كل ما تكسر الروتين وتدخل حاجات جديدة في حياتك، زي مثلا سفر، هواية، تعلم لغة، تعلم مهارة، تعلم اي شيء، او حتى تعرف ناس جديدة، ادراكك للوقت بيبطأ، لان بقى في تفاصيل اكتر. وباختصار الوقت نفسه ما بيجريش، اللي بيتغير هو ادراكنا ليه. وابسط طريقة ترجع تحس بالوقت اطول شوية عن زمان هي انك تكسر الروتين اللي انت فيه بتفاصيل جديدة. وعلى فكرة معظم الناس ما بتقدرش تعمل كده برضو بسبب ان هي منغمسة يا اما في افكار وخوف من المستقبل، او ندم على شيء حصل في الماضي. وده انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، والفيديو ده جاب 1,000,000 مشاهدة تقريبا، وده ان دل يدل على ان هي مشكلة ناس كتير قوي. فتقدر برضو تفكر فيه، لان انا في الفيديو ده ذكرت المشكلة وذكرت الحل. اشوفكم في فيديو جديد.